قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة وتحطوا لايك وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل فيديو جديد أنا بنزله. بعد الفضيحة الكبيرة اللي عملتها سدرة بيوتي واللي كانت عبارة عن رسالة تهديد وشتائم لشهد مرت خالهم، انقلبت السوشيال ميديا وتعرضت سدرة لهجوم كبير وانتقادات وتعليقات سلبية وشتائم من كل المتابعين في الدول العربية. ومع انه سدرة وعائلتها فضلوا انه ما يطلعوا يردوا لا هي ولا اخواتها، قررت شهد مرت اخوها شيرو تطلع وتدافع عنها. والصدمة كانت إنه شهد مرت شيرو فضحت أسرار العائلة كلها وحكت إنه سدرة منهارة من البكي من أول ما انتشر الموضوع، ورح خليكم مع التفاصيل. عرفتوا كيف؟ يعني هذا أنا عم بشوفه من أول ما صار الموضوع، هذا أنا عم بشوفه نستخدم إحنا يعني بكل شيء. كانوا معك مناح بكل شيء، دائما بحكي لك التمس عذر لأي حدا، التمس له عذر. أنتم ما تمسوا شيء، أنتم على طول بتشغلوا الكاميرا. بالأعراس كلياتها البوكسات إلنا إحنا، إلي وإلها وللبنات بكل مناسبة موجودة، حتى ممكن تكون متواجدة أكثر مني. وحكت شهد كمان إنه سدرة شخص طيب وحنونة ورقيقة وحساسة وما تأذي حدا أبدا. ما بتطلع لي أحكي ولا لا، بس سدرة على البس بتحزن، يعني إذا البس يعني إذا بستهم مرضت بتصير تبكي. بالنسبة لكل حدا عاشرهم هم يعني بصراحة من أنظف وأنقى الناس اللي أنا شفتهم. وأكدت شهد إنه حتى لو صار مشكل لازم يضلوا الأسرار في العيلة وما يطلعوا سيماند وشهد على المواقع ويفتحوا كل شيء. صلح وكل الذكريات وكل الجمعات والعيلة كلها سمحت عشان نطلع بفريندين على سناب شات، عشان نطلع ترند. كثير حرام، يعني كثير كانوا يحبوك البنات، كثير كانوا يحبوك وانت بتعرف هذا الشيء. وكمان أكدت شهد إنه حتى لو صار مشاكل بينهم في مواقف كتير حلوة لازم تشفع لهم. أكثر من هذا الموقف اللي صار مواقف كثير تغفر لهم. ناموا عند بعض، سافروا مع بعض، ذكريات، خبز وملح عادي. احنا كلنا بنعرف، كلنا اصحاب، عندنا اخوات بنتهاوش معهم، بنغلط على بعض بنعرف الشيء اللي بيستاهل انه انا اروح اخرب سمعه حدا بكل الوطن العربي، وهي كانت زي اختي او صاحبتي او البنت تاعتي. وزي ما سمعتوا أكدت شهد إنه عملت شهد وسيماند هذه خلت الحكاية تصير أسوأ، وللأسف ما راح يكون في صلح بعد هيك أبدا. وانتو شو رأيكم؟ خبروني في التعليقات. وطبعا للمزيد من الفيديوهات والأخبار لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد.